انتم عارفين ان اخر ظهور لستانلي في افلام مارفل كان 2019 في فيلم افنجرز ذا اند جيم وهو عنده 95 سنة. فعلا الحظ كان ليه دور كبير في مسيرة ستانلي، وحظه الحلو ما تخلاش عنه لحد ما مات عن عمر يناهز ال 96. اهلا بيكم في الحكاية، وانا يوسف عزت. الحكاية اللي فاتت وقفنا عند ستانلي صاحب ال 18 سنة، هو داخل عالم الكوميكس في عصره الذهبي من بوابة تايم الكوميكس اللي هتكون مارفل بعد كده كساعي. ولكن الأكيد إن طموح ستانلي كان أكبر من كده بكتير. وفعلا يا دوب صبر كام شهر، وفي يناير 1941 دخل على جو سايمون اللي كان رئيس التحرير لتايم كوميكس مكتبه، وقال له إنه شايف إنه يقدر يعمل حاجة أكتر من إنه يملأ إزايز الحبر بس. لما سأله سايمون عايز تعمل إيه يعني، رد ستانلي وقال له أكتب معاكم قصص كابتن أمريكا. وما لقاش سايمون رد غير إنه يضحك، وسأله إيه معرفته بالكتابة. فرد ستانلي إنه كان بيكتب قصص قصيرة في المدرسة. طبعا رفض سايمون الفكرة، ولكن مع إصرار ستانلي وإعجاب سايمون بشخصية وشطارة وإصرار ستانلي بيوافق يديله فرصة، وأكد عليه إن ده مش التزام منه، ممكن تكون دي آخر مرة. وافق على طول ستانلي. في الحقيقة ما كانتش فرصة أكتر ما هي كانت تحدي. وقتها كانت هيئة البريد الأمريكية تدي خصم توصيل المجلات أقل من البريد العادي. وافتكروا إن احنا بنتكلم على زمن ما قبل شركات الشحن. بس المشكلة هنا إن لوائح البريد بتحدد إن عشان تعتبر المطبوعة مجلة لازم يكون فيها على الأقل صفحتين كتابة، وبالتالي مجلات القصص المصورة الكوميكس ما ينطبقش عليها السعر المخفض. فلجأ الناشرين الى خطه ان هم يحطوا صفحتين كتابه منظر بس، انهم عارفين ان كده كده محدش هيقراهم، بس لابد منهم. جو سايمون بقى ادى ستانلي مهمه كتابه قصه في الصفحتين دول في العدد الثالث من مجله كابتن امريكا، لان ستانلي ما كانش حد عادي. اشتغل على الصفحتين دول كانه بيكتب روايه عالميه، وفعلا بيكتب قصه قصيره عن كابتن امريكا. قصة ما كانتش أحسن حاجة، بس أثبتت إنه بيعرف يكتب، والأهم إنه مختلف، إنه حاول يدي في قصته بعد وعمق إنساني لشخصية كابتن أمريكا. وده ما كانش معتاد وقتها، إن شخصيات الكوميكس في الوقت ده كانوا شخصيات مسطحة من غير عمق. المهم، جو سايمون بتعجبه القصة لدرجة إنه بيخلي صديقه الموهوب وأهم رسام شغال معاه جاك كيربي إنه يعمل رسمة لقصة ستانلي. ودي كانت أول مرة يتكتب اسم ستانلي في مجلة كوميكس، وأول مرة يظهر اسم ستانلي وجاك كيربي جنب بعض، ومش هتكون آخر مرة لسنين طويلة. المهم، بيبدأ جو سايمون يعتمد أكتر على ستانلي، وفي نفس السنة بيكتب أول قصة مصورة لوحده كان اسمها هيدلاين هانتر، ونزلت في العدد الخامس من كابتن أمريكا. يمكن ما كانتش لسه برضو معبرة عن عبقرية ستانلي، بس القصة والشخصية نجحت، وزاد اعتماد جو سايمون على ستانلي أكتر. وفي نفس السنة خلاه يشتغل مع زملاته على شخصية الدستروير، هو أول بطل خارق بيشتغل عليه ستانلي. الشخصية ما كانتش من اختراعه، بس هو اللي كتب الحوار. ومع استمرار نجاح شخصية كابتن أمريكا، بقى جو سايمون وجاك كيربي مشغولين جدا، فزاد اعتمادهم على ستانلي. وجات لستانلي فرصة إنه يألف أول شخصية من شخصياته في عالم مارفل، جاك فروست، واللي بعدين رجع ستانلي استلهم منه شخصية آيس مان في ذا إكس مان. وبقى ظاهر للجميع إن في مشروع مؤلف شاطر بيكبر قدامهم. وهنا الحظ أو الخبث والحيلة لعبوا دور مهم في حياة ستانلي. ستانلي كان ملاصق للاتنين سايمون وكيربي عشان يتعلم منهم. في أواخر صيف 1941 كان عرف ستانلي إن الاتنين أجروا أوضة في فندق وعملوها استوديو ليهم عشان يشتغلوا بمزاج. وكان ستانلي عايز يكون معاهم في مكان زي دوت. وفي يوم قرر انه يمشي وراهم عشان يعرف المكان ده فين. ولما شافوه دخلوه، ولكن طلع ان المكان ده كان معمول عشان سايمون وكيربي يعملوا شغل لدي سي كوميكس من ورا الناشر مارتن جودمان عشان يزودوا دخلهم. وخصوصا ان الناشر مارتن جودمان كان بخيل شويه، وطبعا بيحلفوا ستانلي انه ما يقولش لحد. هنا بتظهر واحدة من أشهر الجدليات في حياة ستانلي، لأن بعد معرفة ستانلي بكام أسبوع بيعرف مارتن جودمان إن سايمون وكيربي بيشتغلوا مع دي سي كوميكس، فبيقرر يفصلهم. الخلاف هنا، هل ستانلي هو اللي فتن عليهم ولا لأ؟ جاك كيربي بيقول ولما عرف إنه اتفصل قال إنه لو شاف ستانلي هيقتله، في حين جو سايمون كان شايف إن ستانلي ملوش علاقة بالموضوع. مع الزمن
لما كان بيتسأل ستانلي عن الموضوع دوت كان بيهز كتفه ويقول في الحقيقة ما اعرفش هما مشوا ازاي. ولحد ما مات فضلت الجدلية دي مطروحة للحوار. المهم ان مارتن جودمان خسر رئيس التحرير واهم رسام عنده، لانه برضه كان حريص جدا ماليا، فعرض على ستانلي واللي كان اثبت جدارة موهبة كبيرة انه يمسك رئاسة التحرير مؤقتا. وفعلا بقى ستانلي رئيس تحرير تايملي كوميكس ومديرها الفني الارت دايركتور. هو عنده 19 سنة. الموضوع كان فعلا كبير، بس ستانلي فهم بسرعة ازاي يدير المجلات اللي تحت ايده، وفهم مارتن جودمان بيفكر ازاي. جودمان كان مقتنع ان الكم اهم من القيمة، وان كل ما تزود عدد المجلات والشخصيات هتضمن ان في حاجة هتلقط مع الجمهور. وستانلي كان مضطر يمشي على فكر جودمان، وبالتالي ما عرفش يشتغل بحرية قوي. شغل ستانلي فريلانسرز، كتاب ورسامين مؤقتين بيرسموا ويكتبوا معاه. وحكى كل من اشتغل معاه في الفترة دي انه كان شاطر، وان جزء من عبقريته انه كان بيعرف ينقل حالة الابداع والحماس الى كل من كانوا بيشتغلوا معاه. في ديسمبر 1941 أمريكا بتدخل الحرب العالمية الثانية مع الحلفاء بعد ما اليابان ضربت بيرل هاربور. وفي حلقة عن الموضوع ده على حسابي لو حد حب يفهم ايه اللي حصل. ومع منتصف 1942 تبدأ أمريكا تطلب من الشباب الأمريكي التطوع للعمل الحربي. وطبعا حاجة زي كده ما كانش ينفع تعدي ستانلي، واللي كان شايف نفسه أصلا بطل على الأقل في خياله. في نوفمبر 1941 بيجيب واحد من اللي شغالين معاه وحطه مكانه على كرسي رئيس التحرير، وبيتطوع في الجيش الأمريكي. لانه كان طويل وذكي، فخدوه في سلاح الاشاره ودربوه ازاي يطلع على عواميد عشان يركب اجهزه اتصالات. وقبل ما يطلع لاوروبا بيقف الحظ تاني مع ستانلي، لان بيكتشف القائد بتاعه موهبته في الكتابه، وبيعرف انه كان شغال في مجالات الكوميكس قبل كده. بيرشحه انه ينضم الى المكتب الاعلامي للجيش الامريكي. وبيفضل ستانلي في امريكا. وخلال الفتره دي بياخد ستانلي فرصه انه يجرب يكتب الارشادات لجنود الجيش الامريكي بطريقته هو، اللي هي توصيل المعلومة بالكوميديا والقصة. وألف أغاني كمان كدعاية لبعض قطاعات الجيش الأمريكي. فترة ثرية جدا في حياة ستانلي، وإضافة كبيرة لموهبته بدون شك. ومع شغل الجيش فضل يعمل شغل التايملي كوميكس. ومع دخله من الجيش ومن شغله في الكوميكس بدأ ستانلي يودع أيام الفقر. وقبل ما نطلع من مرحلة الحرب العالمية التانية لازم أقول لكم إن في سنين الحرب فضل عالم مجلات الكوميكس بيكبر بجنون، وزاد هوس الأمريكان بالأبطال الخارقين. وكان الجنود الأمريكان هم من أكبر المستهلكين لمجلات الكوميكس. من كل 4 مجلات بيتشحنوا للجنود كان في واحدة منهم كوميكس. وكانت مجلات الكوميكس وأبطال الخارقين بيستخدموا لتشجيع الأمريكان وتوجيههم في فترة الحرب. وعلى فكرة استخدام أمريكا لأبطال الكوميكس وشخصيات ديزني يستحق التأمل، وممكن في حكاية منفصلة أتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل. ومن القصص اللي بشوفها طريفة جدا معبرة عن اللي أنا بقوله دوت إن في واحد من حكايات سوبرمان قرر إن هو كمان ككلارك كينت يتطوع في الجيش الأمريكي. وراح قدم ودخل الاختبارات الطبية، ولكنه سقط في كشف النظر، لأنه بسبب نظره الخارق كان بيبص على لوحة النظر اللي في الأوضة التانية. وبيطلع سوبرمان أو كلارك كينت في آخر القصة بيقول إنه عارف إن الجنود الأمريكان كفيلين بجنود دول المحور لوحدهم، وهو هيركز في حماية الجبهة الداخلية. في الفترة دي بيحصل رواج كبير لدار النشر بتاعت مارتن جودمان، وبينقل إلى مكتب أكبر في واحدة من أبراج نيويورك، الامباير ستيت بيلدينج. وطبعا قسم مجلات الكوميكس اتنقل معاه إلى هناك. في في أواخر 1945 ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية بانتصار الحلفاء بيتم تسريح الجنود الأمريكان من الخدمة، ومن ضمنهم ستان لي اللي يرجع ويسترجع منصبه كرئيس التحرير لتايملي كوميكس. سنه بقى أكبر وخبرته بقت أكبر، وكان مليان بالأحلام والخطط والحكايات لأبطاله الخارقين. بس بيتصدم ستانلي بان الاتجاه بتاع الناس اتغير تاني. رغم ان لسه العصر الذهبي مستمر لحد اوائل الخمسينات، الا ان المزاج الشعبي للامريكان بيتغير. ازاي بيتعامل ستانلي مع تغير المزاج الشعبي الامريكي؟ وازاي بيتعامل مع اخطر مرحله مرت بيها صناعه مجلات الكوميكس كادت تلغي وجودها اصلا من الاساس؟ خلونا نعرف الحكايه اللي جايه. ما تنسوش الفولو والشير
والسيف عشان تقول لكم بقيه الحكايات. يومكم جميل مليان بالحكايات الحلوه.